بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم خوتي خواتاتي وين ما كنتم تابعوا في قناتي. اليوم حبيت نشارككم واحدة من الكيفيات اللي نحبوها كل ونحضروها خاصة كي يدخل علينا الصيف يعني وتسخن الحالة. ديما نحبوا نحضروا حوايج هكا سهلين وبنان وما همش ثقال يعني في الماكلة، ومن بينهم الكسرة المحشية. شكون فينا ما يحبهاش خاصة كي تكون بحشو بنين واقتصادي، وايضا تجي هذيك الكسرة حاطمة ومقرمشة تقول رانا ناكلو في الكاطو. يعني صدقوني اذا جربتوها بالطريقة هذه راح تاكلوا كسرة محشية من اروع ما يكون. يلا اللي حابين تجربوا معايا الوصفة نروحوا نشوفوا مع بعض المقادير وطريقة التحضير. ولكن قبل كل شيء ماذا بكم يعني فضلا وليس امرا لايك وهكا باه ينتشر الفيديو، وايضا تعليق تحفيزي هكا باه نتشجع، لانه دائما نقولها يعني التفاعل راهو اقل من الضعيف، يعني ماشي ضعيف اقل من الضعيف. وكما راكم تشوفوا رانا يعني نتعب في تحضير هاد الفيديوهات ومونتاج ويعني حكايه كبيره، فاقل شيء يعني نحظى بالدعم والتشجيع منكم. يلا روحوا الوصفه. عندي كيلة تاع سميد رطب وكيلة تاع الفارينه. السميد هذاك اللي نديرو به الفطير ونديرو به المحاجب. زدت له مغرف صغيره تاع خميره الحلوى ومغرف صغيره تاع خميره الخبز. وقبل كلش راني بسست هذيك الخليط تاعي تاع الفارينه والسميد بنص كاس. خلطت ما بين الزيت العادي وزيت الزيتون، تقدروا تستعملوا الزيت العادي فقط، ولا تقدروا تستعملوا زيت الزيتون ولا تخلطوا كيما انا. ومن بعد حطيت كما شفتوني حطيت مغرف صغيره تاع خميره الحلويات ومغرف صغيره تاع خميره الخبز، مغرف صغيره تاع السكر باه تعطينا هذيك التحميره المليحه للكسره، ومغرف صغيره تاع الملح. وبديت نلم بالماء الدافي، ما سخون ما بارد دافي يعني. وهنا ضروري جدا العجينه تاعنا تكون شويه يابسه، يعني حكمه روحها باه الكسره تاعنا تجينا مقرمشه. اذا درتوها يعني طريه راح تجيكم شغله كي تاكلوا في المطلوع، وهي البنتها الكسره هذه المحشيه كي تجي مقرمشه حاطمه هكا، يعني هذيك البنه تاعها. هنا راني نعجن فيها مده 10 دقائق ومن بعد نخليوها ترتاح، ونروحوا نحضروا الشكشوكه ولا الحشو تاعي اللي راح نحطه في الكسره. في مقله حطيت كميه تاع الزيت، حطيت بصل، انا راني خلطت ما بين الابيض والاحمر. لقيت نص بصله هكا ونص بصله هكا. يلا قلت والله غير وساعات تجيني كبيره تاع نخرج نقضي ونزيد نرجع للدار. وليت واش كاين عندي فريجيدار حضرت به، ولقيت نص فلفل، نص كعبه تاع فلفل حلو. زدت حطيتها هكا واحد خساره يطيشها، قلت خير من تخسر نطيشها. استغليتها في الشكشوكه تاعي. ومش لازم تحطوا الفلفل، واللي يحب يحط يحط، يعني نزيدوا له بنه ونزيدوا له فايده. حطيت الطماطم تاعي، تقدروا تحطوا زوز ثلاثة او ولا ثلاثة ربعة كعبات طماطم يكونوا طيبين مليح. دركا بدات تسخن الحالة، الطماطم راهي تهبل في بلادنا. ترابيوهم تزيدوهم. وبالنسبه لي زيبيس حطيت ملح فلفل كحل، راس الحانوت على راس المغرف بابريكا حاره. وحطيت نصف مكعب مرق دجاج رايح يزيد لها بنه ولا اروع. شو راكم تاكلوا في هذاك الحشو بالدجاج. ومع الاخر حطيت معدنوس تاني، لقيت شويه معدنوس في الفريجيدار حطيتهم باش ما يخسروش. مش ضروري خلاه تحطوا المعدنوس خاطر الشكشوكه اصلا ما يحطوش فيها المعدنوس. وحطيت مع الاخر شويه تاع الثوم. ورجعت للكسره تاعي بعد ما ارتاحت يعني ولات روعه. هنا راح نقسمها لربعه، راح ندير خبزه وراح ندير 2 على شكل سفلي، يعني دوك تشوفوا كيفاش راح نشكل الكسره تاعي. ودايما الكسره الخبزه اللي لتحت تكون اكبر شويه من اللي الفوق، خاطر هذيك هي اللي رايحين نقفلوا بها الكسره. هنا نخليو هادوك نغطيوهم باش ما ينشفوش. ونبدا نحل. هنا ضروري جدا جدا جدا، نعاود نقولكم ضروري جدا جدا تحلوها رقيقه، خاطر اذا الخبزه تاعكم حليتوها خشينه ما تجيش مقرمشه وتجي طايبه من البرا والداخل تكون شويه خضره معجنه. هذيك نقول لكم ضروري تحلوها. شوف انا حليتها ومن بعد بانت لي شويه مازال مخصوصه زدت حليتها يعني رققتها اكثر. نحطوا هذاك الحشو تاعنا ولا الشكشوكه بلا ما نوصلوا الاطراف. وحطيت فروماج غابي هذاك واش كان عندي، انتوما حطوا بورسيون ولا حطوا هذاك تاع الميزان يكون احسن واحسن، يدوب ويمد لها بنه روعه. واللي ما عندهاش تكتفي غير بالشكشوكه كشغل دير في المحاجب، يعني مش ضروري خلاص تحطوا الفرماج. نقفلوا بالخبزه الاخرى، نضغطوا على الاطراف مليح
باش ما تحللكمش. انني قفلتها وعاودت رجعت يعني زدت قفلت يعني عاودت رصيت عليها مره واحده اخرى هكا باه نتاكد 100% باللي الحشو تاعي ما يخرجش. هكا والطاجين تاعي نحطوه طبعا حطيته يسخن، يسخن مليح ومن بعد نقصوله. انا نقصت له تحت المتوسط هكا باه تطيب على غرضها، ما تتلهفش وما تتحرقش. وما نغفلوش عليها، ما نحطوهاش ونروحوا نحلوا الاخرين، ولا انا عين ودن يعني نراقب فيها نقلب فيها باه ما تحرقليش. هذه الثانيه اللي راح نديرها على شكل سوفلي. حطيت شويه تاع الهريسه، راجلي يحبها قال لي شويه ديريها لي شويه حاره، وحطيت هذيك الشكشوكه تاعي نحلها مليح. ودركا نقفلها قبل نحطو فوماج غابي هكا ونقفلوها شغل رانا نديرو في سوفلي هكا. جات روعة 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 يعني ديروها غدا، ديروها عشاء مع السلطة ولا حتى وحدها، يعني تتغداو وتتعشاو بحاجة بنينة واقتصادية وماهيش مكلفة. بدل ما تخبزي الكسرة وحدها وديري شكشوكة وحدها، خلطيه مع بعضهم وديري بهم كسرة محشية، خير نقص تعب. هنا هذيك تحرقت لي شوية، جات بنتي تهضر معايا غفلت عليها بصح جات ولا أروع قاتو، وهذاك الحشو زاد لها بن على بنة. ننصحكم تجربوها، حتعطي لكم كسرة محشية ولا أروع على ضمانتي، يعني راح تعجبكم وراح تعتمدوا الوصفة إن شاء الله. نقولكم تهلاو في رواحكم، السلام عليكم.